اخواتي مبرمجين اولى ثانوي لغات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الثاني من الفصل الاول بعنوان الانفورميشن ايثكس. يعني ايه الانفورميشن ايثكس؟ يلا بينا. الانفورميشن ايثكس هي مجموعه من القواعد والسلوكيات اللي لازم ناخدها واحنا بننشر او بنتعامل مع المعلومه، وده بغض النظر عن وجود او عدم وجود قانون. يعني ايه قواعد وسلوكيات؟ يعني شويه اجراءات او شويه قواعد لازم نتخذها علشان نتعامل مع المعلومه بشكل صحيح وما نتعاملش معاها بشكل سلبي. ويعني ايه بغض النظر عن وجود او عدم وجود قوانين؟ يعني مش لازم يبقى في قانون بيجبرك انك تتعامل مع المعلومه بشكل معين، لا، انت من ذاتك ومن شخصيتك لازم تتعامل معاها بشكل ايجابي مش شكل سلبي. بص بيقول لك هنا ايه، بيقول لك يعني القواعد والسلوكيات الصح اللي لازم نمشي عليها واحنا بنتعامل مع المعلومات. الفكره انك تكون ملتزم صح حتى لو ما فيش قانون بيجبرك. بيقول لك هنا ايه، تذكر ان واحده من خصائص الانفورميشن اون ذا انترنت، على الانترنت، هي ايه؟ بيقول لك ان الانفورميشن سبريدز ايزلي، يعني المعلومه بتنتشر بسرعه ومجرد انتشارها لا يمكن مسحها بسهوله. وده كان من خصائص المعلومات، وهي اول خاصيه اللي هي البيرزيستنس. طيب بيقول لك هنا شويه بوينتس لازم نتبعها واحنا بنتعامل مع المعلومه. تعال نمسكهم واحده واحده. بيقول لك هنا لا يجب عليك نشر الصور والفيديوهات الذي يمتلكها الآخرون دون الحصول على إذن، اللي هي حقوق النشر، الكوبي رايت دي اللي هي حقوق النشر. يعني ما ينفعش حد يكون نشر صورة خاصة بيه أو فيديو خاص بيه هو وناخد احنا المحتوى بتاعه سواء الصورة أو الفيديو ونشيرها احنا عندنا أو نشيرها عندنا أو نشيرها لأي حد تاني. ده كده أنت خدت المحتوى بتاعه ونشرته عندك دون إذن. تعال بقى للنقطة التانية. بيقول لك لا يجب عليك تسريب المعلومات الشخصية للآخرين على الإنترنت. يعني ما ينفعش يكون معاك بيانات أو داتا لحد تاني أو معلومات شخصية أو أسرار وتاخدها وتشيرها على النت، أنت كده بتفضحه. نيجي لتالت نقطة. بيقول لك لا يجب عليك الانتهاك الخصوصية. يعني ايه الانتهاك الخصوصية؟ يعني ما ينفعش ننتهك خصوصية حد، كل واحد وحياته البرايفت. اخر نقطة بيقول لك لا يجب عليك التعليق بالكومنتات السلبية او بنعلق بحاجة سلبية عند الاخرين، نعمل لهم كومنت سلبي، علشان ده هيدخلك في حاجة اسمها ايه؟ التنمر الالكتروني او الاونلاين بايلينج. يعني ايه الاونلاين بايلينج؟ يعني التنمر الالكتروني. الناس اللي مثلا حد نزل صوره، انت دخلت بدل ما تقول له حبيبي يا اخويا، حبيبي يا نجم، منور الدنيا يا رايق، لا، بتقعد تتريق عليه، تقول له كلمه مش حلوه. وخلي بالك دلوقتي بيجيبوهم الناس اللي بيعملوا كومنتات سلبيه، الناس اللي بينغمسوا في الاونلاين بايلينج. دي بحذرك. تعال بقى التعريف معانا، اسمه الجيو تاج. يعني ايه الجيو تاج؟ يعني العلامه الجغرافيه. يعني ايه يا عم الجيو تاج والعلامه الجغرافيه والكلام ده؟ بص يا عمنا، انت دلوقتي لما بتيجي تتصور صورة، الصورة دي بيبقى فيها حاجة اسمها خطوط طول وخطوط عرض، اللي هي اللي تويتد واللونج تويتد. يعني ايه بقى اللي تويتد واللونج تويتد؟ اللي هي خطوط الطول والعرض اللي بتبقى مضمنة في الصور، اللي هي ما يسمى باللوكيشن بتاع الصورة. طيب هديك مثال. انت دلوقتي دخلت خدت الدش الرايق، لبست الطقمية الحلوة، سرحت التسريحة الحلوة، وخدت صورة سيلفي. اهي الصوره السيلفي دي لو انت مفعل خاصيه اللوكيشن، الصوره بيتحدد فيها خطوط طول وخطوط عرض للمكان اللي انت فيه، فلو جيت نزلتها تلقائي هيتحدد اللوكيشن بتاعك، فاي حد هيقدر يجيب اللوكيشن بتاع البيت اللي انت قاعد فيه، وده هيسبب لك انت خطوره. بيقول لك هنا ايه؟ information that includes اللي تويتد واللونج تويت. اللي تويتد واللونج تويت اللي هي خطوط الطول، خطوط الطول وخطوط العرض. embedded in photos and video، اللي بتبقى مضمنة في الصور والفيديوهات اللي بنصورها او بناخدها في السمارت فون عند موبايل فون اللي هو التليفون بتاعنا.
there is a risk بيسبب خطورة of being identified. ده بقى بيعمل ايه؟ such as having your home بيحدد موقع اللوكيشن بتاع منزلك. where is a photo with taken بيحدد مكان اللوكيشن بتاع منزلك اللي انت خدت فيه الصورة. فده بيسبب لك ايه؟ بيسبب لك ريسك، بيسبب لك خطورة. فعشان كده احنا بنصور اي صورة لازم نقفل خاصية اللوكيشن. تعال بقى التعريف معانا بيقول لك الديس انفورميشن اند رومورز. يعني ايه الديس انفورميشن اند رومورز؟ الديس انفورميشن اند رومورز اللي هي يعني المعلومات المضلله والشائعات. بيقول لك هنا هي معلومات خاطئه يتم نشرها على الانترنت بغرض ليس له اساس، او شائعات لا اساس لها. يعني هي شائعات بتتنشر على الانترنت ملهاش اساس في الوجود. تعال التعريف معانا تاني اسمه السوشيال ميديا. يعني ايه السوشيال ميديا بتاعتنا؟ زي الفيسبوك، انستجرام، تويتر، واتساب. بيقول لك هنا هي خدمات بتزود المنصات اللي بتسهل بقى. يعني بيقول لك ايه individuals can connect with each other on the internet. بتسهل للاخرين او للافراد التواصل مع بعضهم البعض. زي ايه؟ زي الواتس والفيس والانستا. تعال بقى للجزء دوت. بيقول لك هنا شويه مشاكل او problems with smartphone and social media. مشاكل السمارت فون، الموبايلات بتاعتنا والانترنت. تعال بقى الاول مصطلح معانا بيقول لك ايه؟ انترنت ادكشن. يعني ايه انترنت ادكشن؟ يعني ادمان الانترنت. قوم يا واد شوف حالك، شايفك وانت قاعد سايب حالك ومذاكرتك وقاعد عمال قاعد على النت، عمال تقلب لي في الريلز، شايفك. بيقول لك هنا هي حاله يصبح فيها الشخص منغمسا في الانترنت لدرجه تعطيل حياته اليوميه. يعني ايه يا عم؟ يعني انت دلوقتي بتسيب مذاكرتك وبتسيب حالك وبتسيب محتالك وتقعد قاعد على الفيسبوك والانستجرام وصاير لحد الساعه 8 الصبح. انت كده يا ابني ما عندكش حياه. قوم يا ابني شوف لك حياه. تعالى تاني نقطه بيقول لك using smartphone while walking. الناس اللي بتستخدم الفون او الموبايل بتاعها وهي بتمشي. يا عم انت دلوقتي عايز تشرب، سيب الموبايل على الكرسي وقوم، بدل ما انت عشان تجيب لي كوبايه ميه تقعد تمسك لي الموبايل رايح جاي كده وتشرب وانت كده وتقعد تاكل لي وانت ماسك الموبايل. لا ما ينفعش. حط الموبايل، اشرب براحتك، كل براحتك، قوم اعمل الحاجه اللي انت عايزها وبعد كده تعالى امسك الموبايل. السايبر كرايم او الجريمه الالكترونيه هي يعني ايه؟ هي اساءه استخدام الكمبيوتر والانترنت في الجرائم او الانشطه الاجراميه، الكريمنال اكتيفيتيز. الانشطه الاجراميه، الناس اللي يعني وظيفتها على النت اللي هي بتعمل انشطه اجراميه من تحت لتحت. الناس دي بتتجاب، واديكم شايفين دلوقتي اي حد هيعمل نشاط اجرامي على الانترنت. نيجي بقى رابع نقطه معانا وهي ايه؟ الايدنتيتي ثيف. يعني ايه؟ يعني انتحال الشخصيه. هو بيقول لك قيام شخص بانتحال شخصيه فرد او مؤسسه. ليه يعني بينتحلهم؟ ليه؟ لهدف. ايه هو الهدف ده؟ اللي هو يسرق الهويات اللي هي الايديهات ويسرق الباسوردز، الارقام السريه. فده انتحال شخصيه. الناس اللي بتنتحل شخصيه او بتنسب الشخصيه بتاعتها لفرد او مؤسسه علشان يسرقوا الداتا بتاعتهم. نيجي بقى لاخر جمله معانا، هي ليكيج اوف بيرسونال انفورميشن. يعني ايه ليكيج اوف بيرسونال انفورميشن؟ يعني تسريب المعلومات الشخصيه. بيقول لك هنا ايه؟ عندما يتم الكشف عن المعلومات الشخصيه يجب ان تظل سريه لطرف ثالث، ثيرد بارتي. يعني ما ينفعش ناخد معلومات شخصيه لحد ونسربها، ده ممنوع. كده يا عم احنا خلصنا الشرح الدرس الثاني. تعال بقى نخش نحل شويه ايه؟ تدريبات على الرايق يا عم الرايق. يلا بينا. بيقول لك ان ايه؟ هو مصطلح او مصطلح يشير الى المفاهيم والتوجهات الاساسيه اللازمه للتعامل معها او عند نشر المعلومه. وايه هي؟ احنا قلنا information ethics. مديك هنا 4 جمل وبيقول لك قول لي ايه الصح او اللي بيندرج تحت اخلاقيات المعلومات وايه الغلط اللي ما بيندرجش تحت اخلاقيات المعلومات. تعال نمسك اول جمله. بيقول لك السوشيال ميديا ليست اكثر من اداه خطيره تسبب المتاعب. غلط.
السوشيال ميديا احنا ممكن نستخدمها بشكل ايجابي، مش لازم نستخدمها بشكل سلبي بس. بيقول لك هناك خطر ان يتم التعرف على موقع منزلك بواسطة او من العلامة الجغرافية المضمنة في الصور والفيديوهات. صح، في خطر فعلا لما بيتم الكشف عن موقع منزلك عند تحديد اللوكيشن او خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور. تعال الرقم سي، بيقول لك ايه؟ احنا قلنا دي صح. بيقول لك you can write whatever you want on an anonymous. يعني لا يمكن او يمكنك الكتابة على لوحة إعلانية مجهولة بمجرد ان مفيش حد هيعرف مين كتبها. لا غلط، انت كده بتنتهك خصوصية حد آخر. تعالى هنا بيقول لك تذكر دائما ان هناك اشخاص حقيقيين على الجانب الاخر من الانترنت. في اشخاص حقيقيين على الجانب الاخر من الانترنت، لذلك حاول وانت بتشارك المعلومات معاهم كن حريصا. صح، في اشخاص اخرين على الانترنت، فلازم واحنا بنشارك المعلومات لازم نكون حريصين واحنا بنشارك المعلومة اياها. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك نديك برضه 4 جمل، وبيقول لك يعني الصح اللي بيوصف الانفورميشن ايثكس ده الصح، واللي ما بيوصفوش ده الخطا. تعال نفس الجمله جمله واحده كده. بيقول لك هنا ايه؟ عند التفاعل عبر الانترنت من المهم التواصل بدقه عشان نتجنب سوء الفهم. صح. تعال الجمله اللي بعدها بيقول لك you can write freely، يعني ممكن نكتب بحريه على لوحه اعلانات مجهوله، يعني او بمجرد انها مجهوله الهويه عشان مفيش حد هيعرف مين كتبها. غلط، احنا قلنا برضو في السؤال اللي فات نفس الجمله اللي هي بتنتهك خصوصيه الاخرين. طيب تعالى هنا بقى في الجمله الثالثه بيقول لك الويب سايتس مش او لازم، يعني مفروض عليها انها تقدم معلومات بدقه. لا غلط، كل ويب سايت هو حر في المعلومات اللي بيقدمها عشان ما فيش قانون، احنا قلنا ما فيش قانون بيجبرك انك تقدم المعلومه بشكل معين، فدي غلط. بيقول لك هنا ايه؟ قام شخص يعني مشهور بالتسوق وقمت بالتقاط صوره له ومشاركتها عبر السوشيال ميديا. افترضنا ان ده امر كويس، بس احنا ما خدناش اذنه، فده كده انتهاك خصوصيه الاخرين. كان لازم الاول ناخد اذنه، وافق تمام، ما وافقش خلاص، فده غلط. مديك 4 جمل وبرده بيقول لك اوصف الانفورميشن ايثكس، يعني الحاجه اللي تندرج تحت الانفورميشن ايثكس اعمل عليها صح. بيقول لك يمكنك الكتابه بحريه على لوحه اعلانات مجهوله الهويه بمجرد ان مفيش حد هيعرف مين كتبها. غلط، ده 3 مرة السؤال ده يتكرر. يقول لك هنا المعلومات legally required، يعني المفترض عليها او مفروض عليها تقدم معلومات بدقة. غلط، احنا قلنا كل ويب سايت بيبقى حر في تقديم المعلومة بتاعته عشان مفيش قانون بيجبرك انك تقدم معلومة بشكل معين. نيجي لثالث جملة وبيقول لك ايه؟ يعني يجب عليك الحرص ليس فقط مع نشر معلوماتك الشخصية، ولكن مع نشر المعلومات الشخصية للآخرين أو مع التعامل مع الآخرين. صح. بيقول لك هنا for any content، لأي محتوى من الأفضل استخدام لوحة إعلانات لنشر المعلومات حيث يمكن الوصول لجمهور أكبر. صح. مديك هنا 4 مصطلحات وبيقول لك ايه هو المصطلح اللي بيدل على for services، الخدمات اللي بتوفرها المنصات للافراد عشان يتواصلوا مع بعضهم البعض عبر الانترنت. السوشيال انجينيرنج لا، السوشيال ماركتنج دي حاجه ليها علاقه بالماركتنج لا. هنا بقى في حاجه اسمها السوشيال نيتورك سيرفيس والسوشيال نيتورك سيستم. ايه الفرق بينهم؟ السوشيال نيتورك سيرفيس اللي هي الخدمه اللي انت بتستخدمها حاليا زي الواتساب، الفيسبوك، الانستجرام، فدي صح. ليه بقى السيستم غلط؟ لان ده النظام او البنيه التحتيه اللي بتتنشئ عشان يطلع لك الخدمه اللي انت بتستخدمها، فدي غلط. ايه بقى ماشي.
بيقول لك هنا مديك 4 جمل وبيقول لك اوصف الجمل اللي as etiqueted when using smartphone from this option من A to D. ماشي، بيقول لك هنا ايه الجمل او ايه الجمله اللي بتعكس على استخدام السمارت فون والانترنت. هي المفروض السمارت فون والانترنت الاثنين. بيقول لك هنا ايه؟ قمت بتشغيل السمارت فون بتاعي، الفون بتاعي وانا سايق. فده غلط طبعا، ما ينفعش نستخدم السمارت فون بتاعنا واحنا سايقين، لا قدر الله ممكن نعمل حادثه. بيقول لك هنا ايه؟ قفلت او turned off the smartphone at places like move theaters or art museums. يعني ايه؟ يعني انا قفلت التليفون بتاعي في السينما وفي المتحف. فده صح علشان ما نسببش اذى للاخرين. بيكون الواحد قاعد في السينما والفيلم قاعد مركز مستجم، فما ينفعش احنا بالموبايل بتاعنا وصوت الموبايل بتاعنا نزعجه. تعالى الرقم سي، بيقول لك ايه؟ I posted negative comments about other on the internet. يعني ايه؟ يعني قمت بنشر تعليقات سلبية للآخرين، نيجاتيف مش بوزيتيف. فدي غلط. بيقول لك هنا أرسلت أو I sent my photo to a stranger I meet online. يعني ايه؟ يعني أرسلت الصورة بتاعتي لشخص غريب على الإنترنت بمجرد إني كلمته أو تواصلت معاه على الإنترنت. غلط. بيقول لك بقى في السؤال ده مديك 4 جمل وبيقول لك برضو إيه؟ يعني قول لي الجمل اللي بتعكس استخدام الانترنت والسوشيال ميديا. السؤال اللي قبله كان السمارت فون، هنا الانترنت والسوشيال ميديا. فبيقول لك هنا ايه؟ قمت بنسخ سي دي وتوزيعه او نشره على السوشيال ميديا. بيقول لك هنا ايه بقى؟ without permission، دون الحصول على اذن. فده ايه؟ ده غلط. بيقول لك هنا في السؤال ده، في الجمله دي، السوشيال ميديا ليست اكثر من اداه تسبب الخطوره. غلط. السوشيال ميديا ممكن نستخدمها بشكل ايجابي. بيقول لك هنا ايه؟ if you live alive، يعني if you live alive. ماشي. بيقول لك هنا لو عشت حياتي من غير disconnected from the internet you won't be a victim of cyber crime. يعني مش هتعرض للجريمه الالكترونيه. لا غلط، عادي احنا ممكن نكون عايشين حياتنا منعزلين عن الانترنت ونتعرض للجريمه الالكترونيه. بيقول لك هنا بقى عند نشر المعلومات تاكد من انها لا تنتهك خصوصيه الاخرين. صح. لما بنيجي ننشر معلومات لازم نتاكد ان المعلومات دي لا تنتهك خصوصيه الاخرين. احنا قلنا كل واحد وحياته البرايفت. هي مجموعه من القواعد والسلوكيات اللي لازم من الضروري ان نتبعها واحنا بنتعامل مع المعلومات. الانفورميشن ايثكس. انا مش عارف ايه. بيقول لك هنا ايه هي المعلومات الخاطئه التي تنتشر او الشائعات الذي لا اساس لها. فدي المعلومات المضلله والشائعات او الديس انفورميشن اند رومورز. تعال نكتبها. الديس information and rumors. ماشي. تعالى الجملة اللي بعدها. بيقول لك هنا ايه هي مجموعة من الجرائم الانفولفنج الذي تنطوي على إساءة استخدام الكمبيوتر والإنترنت، وهي الجريمة الإلكترونية أو السايبر كرايم. اوكي. بيقول لك هنا بقى، بيقول لك حالة يصبح فيها الشخص منغمسا في الإنترنت أو في إساءة استخدام الإنترنت لدرجة تعطيل الدراسة بتاعته، العمل، حياته اليومية. and is unable to control، ما بيقدرش يتحكم في الوقت الذي يقضيه على الإنترنت. فده احنا قلنا ايه؟ قلنا المدمن الإنترنت. وبقول لك انت مش مدمن، انت بس عايز ايه؟ تكنترول شويه على نفسك وتفوق لحالك بس كده. فده تبقى ايه؟ ادمان الانترنت، اللي ايه؟ الانترنت ادكشن. انترنت ادكشن. ماشي.
بيقول لك هنا بقى ايه؟ بيقول لك مجموعه من الخدمات الذي تبني العلاقات على الانترنت، السوشيال ميديا. ماشي، تعالى هنا كده، السوشيال ميديا. ماشي. بيقول لك هنا بقى ايه؟ معلومات الموقع المضمنه في الصور والفيديوهات، ودي العلامه الجغرافيه اللي هي الجيو تاج. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ عند نقل المعلومات على الانترنت يجب ان نكون حريصين على ايه؟ على البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه للاخرين، and with images or video in which others have حقوق النشر او حقوق الملكيه اللي هي الكوبي رايت. بيقول لك هنا additional photo and videos taken with a smartphone have a feature that can add information such as the لتويد اند لونجيتويد. يعني ايه لتويد اند لونجيتويد؟ اللي هي خطوط الطول والعرض او اللوكيشن المضمنه في الصور اللي احنا بناخدها في السيلفي، ودي تعود على ايه؟ ريفيرد، زي بتعود على ايه؟ على الجيو تاج. بس كده، اوبا خلصنا. Thank you from my programmer brother. انا كده خلصت الشرح الدرس الثاني بعنوان الانفورميشن ايثكس، وحلينا شويه تدريبات عليه حلوه، والتدريبات كلها طبعا من كتاب الوزاره. وان شاء الله كده بحضر، يعني هنزلها بكره ان شاء الله. هتبقى مراجعه حلوه قوي 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 على الشابتر 1 كامل، وهنحل شويه اكسرسايز عليه حلوين جدا. فاستنونا وهنعمل احلى عظمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.